هو ده الكلام، البسيمه في البيت بكل سهوله مع الشيف محمود، مفيش مستحيل. اعملوها وقولوا رايكم فيها وتابعوا الفيديو للاخر. كملوا الفيديو للاخر بقى عشان نعمل احلى صينيه بسيمه بالتمر كده في البيت. عندنا 60 جرام من السمنه كده، و40 جرام لهم معلقتين كبار من عسل الجلوكوز، بنقلبهم كويس. اهم حاجه المكونات دي تتقلب كويس اول باول. وعندنا 60 جرام من الزبادي او علبه زبادي من صغيره كده الساده دي، طبعا بنقلبها كويس. اي مكونات بنحط بنقلبها كويس. عندنا 200 جرام من السكر اللي هو كوبايه، ومعلقتين كده اللي هو الكوب المعياري بتاعنا، قلبناهم طبعا كويس خالص. وعندنا هنا 250 جرام من جوز الهند. وهنا ال 250 جرام دولت يا جماعه عاملين معانا 2 كوب من جوز الهند، و80 جرام من الدقيق اللي هو كوبايه الا ربع. طبعا بنقلب المكونات دي كلها كويس. وعندنا صينيه 26 كده. طبعا هنبدا نقطع التمر بتاعنا، والفرن مسخن مسبقا بتاعنا على درجه حراره 180. قطعنا التمر، ممكن تعملها بالمكسرات، اي نوع مكسرات تحب تعملها بيه. وعندنا فرن مسخن، وعندنا الصينيه دي 26 بننزل بقى فيها وبنسويها وبندخلها الفرن لمده 45 ل 40 دقيقه كده. بتطلع معانا. عندنا العسل بتاعنا مكون من 2 كوب من السكر، وكوب من الماء، ونص عصره ليمونه لمده تلت ساعه على النار. طبعا العسل بتاعنا جاهز اهو بالتمر. عايزين شربات تقيل كده. الزكاوه بتاعتها مش هتبطلوا تعملوها ومش هتبطلوا تاكلوها. هي دي البسيمه بالتمر زي ما انتم شايفين كده، قطع التمر. يلا بقى نخش على الصينيه، اسيبكم بقى تعملوها واخش اكمل الصينيه. بحبكم في الله.